GMC هامر SUV. ده مستقبل الاوف رود في العالم كله، بقوة 1000 حصان وعزم أكتر من 15000 نيوتن متر. القوة والعزم المرعبين دول جايين من خلال 3 مواتير كهرباء، طبعا بيوصلوا القوة للأربع عجلات بنسب مختلفة، والأهم العربية فيها توجيه رباعي للعجلات، بس مش أي توجيه رباعي، العربية بتقدر تعمل الكراب ووك. الكراب ووك إن الأربع عجلات بيلفوا وبتتحرك كحته واحده. الكراب ووك ده يقدر يخرجك تقريبا من اغلب او كل المواقف اللي ممكن تقابلك في الصحراء. الاهم ان العربيه دي مش بس جامده في الاوف رود، كل العربيه دي بتتسارع على الاسفلت من 0 ل 100 في 3.5 ثانيه. دي من اعرض واكبر العربيات اللي جربتها في حياتي. انا طويل انتوا عارفين 184، فصباح الفل العربيه اطول مني. ويمكن رحله هامر من المواتير التربو ديزل ال 7000 سي سي للمواتير الكهربائيه بالكامل تفهمك اكتر توجه الصناعه دي رايح على فين بالظبط. دي مرايه تسريحه والله. وبشكل عام العربيه فيها كميه حاجات غريبه بيتعمل عنها حلقه لوحدها. يعني انت مثلا ممكن تشيل كل ربع سقف لوحده يعني اللي جنبك يشيله، بس انا مثلا تمام مش عايز اشيل السقف، انا حر. لو عجبتك العربيه دي ارقام يا باشا VIP اوتو لاونج تحت هنا موجودين، تكلمهم. ما عجبتكش وده يعني احتمال صعب شويه، عندهم فرايتي كبيره جدا من العربيات. ولو عاوز تعرف اكتر عن العربيات عندنا فل. دي هامر EV نسخه الSUV، او على وجه التحديد هي